السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع معايا في قناة عالم أذواق. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. فيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم إن شاء الله قررت نشارك معكم طريقتي في إعداد السفة مالحة. أنا شاركتها معكم في كذا فيديوهات، يعني عندي جوج الفيديوهات على القناة فيهم طريقة مغايرة، كل وحدة طريقة مغايرة في إعداد السفة مالحة، وهذه المرة قررت نتقاسم معكم طريقة جديدة كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وهذا نزولا عند طلب العديد من السيدات اللي بغاو طريقه اعداد السفه مالحه. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد، شوفوا طريقه التحضير ديالها، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لوصفه اليوم. عندي جوج الحبات من الجزر محكوكين بشكل طولي، وحبه فلفل، وحبه بصل تكون متوسطه. هنا عندي جوج الانواع ديال السمك، هنا عندي السيبيا والميرنا، وعندي ملعقه صغيره ديال الثومه، وعندي ملعقه صغيره ديال الهريسه، غادي نقسمهم على كلتا المقلتين. وعندي صلصه الصويا، وكذلك في التوابل عندي كركم اللي هو خرقوم بلدي، وشويه ديال الابزار، وكذلك سكينجبير. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نختار الوصفه اليوم. وكذلك شويه ديال الملح وزيت النباتيه، وعندي الحامض اللي غادي نستعمله في الحوت، يعني ما غاديش نكثروا من العطريه او التوابل بزاف. وكيف ما لاحظتوا قسمت هذيك الملعقه ديال الثوم والهريسه على كلتا الملعقتين، وبديت كنضيف التوابل غير شويه شويه، ما نكثروش التوابل بزاف. هنا في هذا المقلاة ديال السمك راه غنضيف صلصه الصويا، وغادي نعصر عليها الحامض. هنا علاش اختاريت جوج المقالي، لان السمك فيه شويه الاشواك، غادي نخلي الحشوه طيب بوحدها والسمك يطيب بوحدو حتى يطيب، وغادي ننزع عليه هذوك الاشواك، وهذيك الساعه غادي نخلطهم بجوج، يعني غنضيف الخليط ديال السمك او الحوت المقله اللي فيها الخضر. وهاد السفه ديال اليوم غتكون مغايره لان غنستعمل فيها غير السمك بوحدو. في فيديوهات سابقه خلطت مزيج بين الدجاج والسمك او الحوت، وهنا قررت باش نستعمل غير الحوت بوحدو. صافي ملي كملت غادي ندي المقلتين فوق النار يطيبوا، كل مقلاة غادي تطيب بوحدها، غادي نبقى كنحرك حتى طيب ليا الخضره، هي الجزر والفلفل وتهبط هاد البصله. هنا على فكره يمكن لكم تضيفوا حتى القرع، راه كيجي ممتاز، يعني يمكن لكم تخلطوا الخضر كتجي ممتازه. صافي غادي نبقى مقابلهم حتى يطيب ليا السمك والخضره، وندوزو باش نحضروا السفه. وهنا عندي السفه تكون من نوعيه جيده، عندي 500 غرام ديال السفه اي نص كيلو. اول حاجه غادي نستعمل لها الزيت، ضروري كنلبسوها بالزيت مزيان. هذا هو السر الاول من اسرار نجاح السفه، انكم تدهنوا السفه ديالكم بالزيت حتى تلبس مزيان، وكذلك الكسكاس اللي غادي تعملوها فيه. هنا انا راه كنكون دابا دايره البرمه فيها الماء كيطيب، غير مجرد ما غادي نلبس هاد السفه بالزيت غادي نديها طيب مباشره فوق النار، نديرها في الكسكاس ونديها على البخار. والسر الثاني ضيفوا واحد الكيس بلاستيكي من الفوق هكذا، تضمنوا ان داك البخار كيرجع ليها. بعد ما كطيب السفه كنحطها وكنضيف عليها الماء طايب، يعني هذاك الماء اللي في البرمه هو اللي كنخوي عليها وكنخليها تقطر. بعد ما كتقطر كنعاود نحطها في واحد الاناء وكنجي نحلها مزيان. شوفوا راه ما كتعجن ما تجي حاجه، وكيبقى فيه هذاك الزيت ديالها محافظه عليه. يعني كل والطريقه ديالو في اعداد السفه، كاين اللي كيضيف لها الماء بارد، ولكن انا الطريقه ديالي اللي كنلقاها ممتازه انني كنضيف لها الماء طايب، وكتصدق ناجحه من المره الاولى. المهم كل واحد يستعمل الطريقه اللي كترضيه. وكيف ما لاحظتوا كنبقى نحل فيها، هي باقيه سخونه، كنحاول كنبردها بهذا الشكل باش هكذا ما تلتصقش. والصراحه راه ما كتلتصقش، كتبقى كل حبه مفرزه على اختها. غير واحد النصيحه بالنسبه للمبتدئات، يختاروا السفه تكون من نوعيه جيده، يكون اللون ديالها اصفر مذهب باش هكذا ما تعجنش معاهم. وهنا راه الخضره طابت والسمك طاب، غادي نضيف السمك او الحوت بعد ما نزعت ليه الاشواك، ضفتو المقله اللي فيها الخضره. صافي غادي نخلط الخليط مزيان حتى يندمجوا. صافي وغادي نخليها جانبا حتى طيب السفه، وهذيك الساعه يمكن ليا نضيفها معها. وفي هذا الاثناء راه رديت السفه باش طيب الفوره الثانيه.
صافي. وهنا بعد ما طابت الفوره الثانيه عاود كيف ما لاحظتوا عاود حطيتها وعاود خويت عليها الماء اللي فيها نيت نفس الماء طايب غليان هو باش اللي كنضيف عليها. غادي نخليها حتى كتسقطر ومن بعد غادي نوضعها في واحد الاناء اخر. شفتوا الصفرة ما كتحلش كتبقى زوينه ما كتعجنش عفوا راه كتبقى زوينه الصراحه بهذه الطريقه. غادي نضيفها في واحد الاناء اخر وهذيك الساعه غادي نحاول نبردها ونضيف عليها شويه ديال الماء بارد يعني حتى تفور الفوره الثانيه. في الفوره الثانيه عاد كنضيف الماء بارد شويه بشويه كنبردوها بهذا الشكل. صافي راه زعما هاد الطريقه غزاله كتصدق معايا ناجحه يعني هذه هي الطريقه المعتمده اللي عندي كنضيفها بزاف. بما انني كنستعمل يعني بزاف المرات هاد السفه يا اما حلوه يا اما مالحه كندير لها الطريقه. هنا غنضيف الملح في الفوره الثانيه وغادي نخليها حتى تبرد عاد نعاود نوضعها في الكسكاس باش تفور الفوره الثالثه. وكيف ما كتلاحظوا هنا راه كنستعمل الملعقه الخشبيه لانها باقيه ساخنه. صافي هنا غنجيب الزبده اللي غادي نلبسها فيها غندير ليها واحد الكميه من الزبده حيت هنا السفره باقيه دافيه. صافي غادي ندخل فيها هاد الزبده هادي ونوضعها في الكسكاس باش طيب الفوره الثالثه ومن بعد ما طيب نتلاقاو. وفي هذا الاثناء ملي كنخلي الصفه كتفور الفوره الثالثه كنجي انا كنوجد الحويجات اللي غندير بهم التزيين او الدريساج للصفه. اول حاجه كناخذ لي طوماط سوريز اللي كنقطعهم بهذا الشكل. كنحاول نعطيهم شكل قليب كنقطعها بشكل مائل وكنوضعها في هاد العويدات هادو باش نستعملها في التزيين. وكذلك راه هنا راه كنكون كنسوطي في شويه ديال الكروفيت اللي غادي نزين به الطبق ديالي يعني اي حاجه يمكن لكم تستعملوا بها التزيين كيبقى اختياري. المهم بقاو معايا ما تمشيوش بعيد حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال السفه المالحه ديالنا. وهنا بعد ما طابت الصفه يعني المره الاخيره الفوره الثالثه صافي كنجيبها نوضعها في هذا الاناء باش نخلط فيها او نضيف لها الخليط ديال الخضر مع السمك بهذا الشكل. صافي كنبقى نمزج فيها محدها ساخنه بسرعه باش تبقى محافظه على السخونه ديالها. والصراحه راه هاد الطبق كيجي رائع واكثر من رائع بهذه الطريقه كتجي السفه غزاله. جربوها ما غاديش تندموا غادي تعجب وليداتكم بزاف كتعطيوها واحد المذاق جديد ونكهه جديده. يعني كنخرجوا من الروتين العادي ديال السفه الحلوه. الصراحه السفه الحلوه كتبغي مره الواحد يديرها ماشي بزاف ما تكثروش منها لان كتملوا هذيك الحلاوه. هاد السفه هذه ما كتملوهاش على الاطلاق. وهنا غنجيب واحد الاطار اللي غادي نعمل به تزيين ديال السفه. انا نجيب الطبق ونوضع الاطار شكل مربع. غادي نوضع هنايا القليل او شويه من السفه يعني النصف والنصف الاخر غادي ندير به تزيين اخر. صافي هذا هو الشكل اللي عطيتها يعني بعد ما حطيتها في هذا الاطار مربع نجيب الاطار على شكل قليب غنضعو من الفوق وكذلك غنضيف النصف الثاني او الكميه الثانيه من السفه بهذا الشكل. المهم غير ضغطوا عليها مزيان باش تبقى شاده في راسها. صافي بهذا الشكل هكذا نحيدوا الاطار صافي. وغادي نجيبوا اي حاجه بغيتو تزينوها بها. انا عاود ضفت هنايا قطع من السمك من الفوق وكذلك هنا جبت شويه ديال الكروفيت اللي صوتيتو باش نزين به الطبق ديالي. وهنا زينت بهاد لي طوماط سوريز اللي على شكل قلب بهذا الشكل هكذا. كما لاحظتوا راه كنخلي شويه ديال القطع ديال السمك ديال الميرنا والسيبيا ضفتهم من الفوق. وكذلك هنا جبت الحامض قطع الحامض كيعطيو اللون وكتزين صراحه كيجي الحامض مواتي مع الحوت مع الملوحيه. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. هنا كاضافه غادي نضيف حبات ديال الجوز. المهم التزيين كيبقى اختياري وكنتمنى الشكل يعجبكم والتقديم يعجبكم.
والصراحه ثقوا بيا، هاد السفه المالحه كتجي رائعه واكثر من رائعه الصراحه، بنينه بنينه بزاف، خطيره، ما غاديش تشبعوا منها الصراحه. جربوها، فكره ممتازه للغداء او للعشاء، ما غاديش تندموا عليها. وحتى لهنا كيقرب يسالي الفيديو ديالنا، وكنقول لكم شكرا على المشاهده، وشكرا على التتبع الصادق ديالكم، وشكرا على الكلمات الزوينه اللي كتخليوها ليا في حقي، شكرا على التعاليق اللي كيوصلوني، صراحه كيزيدوا يحفزوني ويشجعوني اكثر فاكثر باش نقدم لكم المزيد من الوصفات. شكرا لكم بزاف، شكرا للناس القدام الاوفياء، وشكرا للناس الجداد اللي عاد دخلوا عاد التحقوا بالقناه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، القناه قناتكم، كنتمنى توجدوا فيها وتلقاو فيها كاع داكشي اللي كيعجبكم. ودابا غادي نقول لكم بسلامه، ان شاء الله نضرب لكم موعد قادم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. دائما انتظروني وما تبخلوش عليا بتعاليقكم. بسلامه، الى اللقاء، فرجه ممتعه، ودمتم في رعايه الله.